استنى، قبل ما تشتم بتزيري او تدافع عنه اسمعني للاخر. الراجل طلع بيان رسمي وقال ان الزمالك اخلف وعده معاه وانه اتظلم. تعالوا نفهم الحكايه. بتزيري بيانه قال انه حب الزمالك من اول يوم وانه رفض عروض قبل كده عشان يكمل مع النادي ويساعده يرجع البطولات، وقال كمان ان الاداره وعدته ان لو جاله عرض تاريخي هيوافقوا على بيعه، وبيأكد ان العرض وصل لكن الوعد ما اتنفذش. وكمان قال انه مش بيفكر في مصلحته بس، ان الفلوس اللي هتدخل من الصفقه هتساعد الزمالك يحسن من وضعه المالي. دي روايه اللاعب، واللي يقلق اكتر ان الموضوع مش واقف على بتزيري بس. عبد الله السعيد لحد دلوقتي خارج المعسكر، وشيكو بنزا كمان لسه ما انضمش. لو دي بقت ظاهره يبقى الاداره لازم توقفها من دلوقتي. بس استنى، هنا الموضوع اخطر من بتزيري بكتير. في عقد بين الطرفين، لو اللاعب شايف ان النادي اخلف وعده فالقانون موجود يحفظ حقه. لكن هل الحل ان اللاعب يرفض تنفيذ عقده او يغيب؟ هنا المشكله. انا مش جاي اقول ان بتزيري كذاب ولا جاي اقول ان الاداره ملايكه، انا جاي اقول ان في حاجه اسمها هيبه النادي. لان لو الزمالك النهارده بقى اللاعب تحت الضغط، يبقى بكره اي لاعب هيجي له عرض اعلى يقفل تليفونه ويضغط على النادي وفي الاخر ياخد اللي هو عاوزه. وساعتها مش هنبقى بنتكلم عن بتزيري، هنبقى بنتكلم عن بدايه انهيار هيبه الزمالك. وعشان كده انا شايف ان لو الاداره مقتنعه ان اللاعب خالف التزاماته فلازم تمشي في الاجراءات القانونيه للنهايه، مش عشان تنتقم ولا عشان تعاند، لكن عشان تبعت رساله لكل لاعب موجود او هيجي بعد كده. العقد بيحترم والكيان اكبر من اي لاعب. الفلوس مهمه لكن هيبه الزمالك اهم. 6 مليون دولار ممكن يتصرفوا، لكن لو هيبه النادي اتكسرت هترجعها بكام؟ دلوقتي جاوبوني، لو انت مكان اداره الزمالك هتوافق على بيع بتزيري عشان تستفيد بالفلوس، ولا هتكمل قانوني حتى لو خسرت الصفقه عشان تحافظ على هيبه النادي؟ اكتب رايك في التعليقات. ولو اول مره تشوفني، انا تهامي ودي كوره على الرايق، وهنا بنحلل وبنناقش وما بنجاملش حد. متنساش تخبط لايك وفول على الرايق. سلام.